اهلا بيكم في حلقه جديده من شرح السي شارب. طبعا دي حلقه جديده، يعني في حلقات فاتت ودي طبعا اول حلقه بعد شرح الاوبريتورز. هسيب لك اللينك بتاعت الاوبريتورز تبص عليهم لو لسه جاي، علشان هيفيدوك طبعا. لو اول مره تتفرج علينا متنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد، ولو مهتم بالمحتوى البرمجي خليك معانا علشان الجديد هيعجبك باذن الله. من غير ما اطول عليكم كتير، يلا بينا نروح على البرنامج بتاعنا ونشوف هنتكلم عن ايه النهارده. طبعا احنا وصلنا للبرنامج بتاعنا، والنهارده هنتكلم عن ميثود اسمها ماس. ميثود اسمها ماس دي بتبقى جاية مع البرنامج اللي احنا شغالين فيه ده، اللي هو الفيجوال ستوديو. طبعا في الاو او بي هنخرج بره الاقواس دي وهنعرف نعمل ميثود بنفسنا، بس طبعا ما تستعجلوش، كله جاي ان شاء الله. خليك بس مركز دلوقتي معايا، انا مش عايزك تركز قوي في ميثود وبروبرتي والكلام ده، لاننا كلنا ده هنعرف عنه بالتفصيل الممل لما نوصل. بس كل اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ان ماس دي حاجه اسمها ميثود. ماس دي حاجه اسمها ميثود. تمام. نقول دلوقتي مثلا ان انت عندك رقمين، عايز تعرف الاكبر ما بينهم. فكل اللي انت بتعمله هتروح جاي سي دبليو دبل تاب، وتروح قايل له الميثود بتاعتنا اللي هي ماث اهي، وتقول له دوت. طبعا دي كل الحاجة المتعلقة بالماس. تمام. احنا عايزين، لو عايزين مثلا اكبر قيمة هنقول له ماكس، وندوس ونفتح القوسين بتوعنا، وتقول له دلوقتي القيم. بمعنى مثلا تقول له 11 و 230 مثلا، وتروح قايل له سي اف 5، هو كنترول اف 5 اللي هو هيرندرها وتشوف هيقول لك ايه. قال لك اكبر قيمة هي ال 230. تمام. طب ده دلوقتي انت بتقول لي 11 و230، طبيعي ان انت تعرف ان هم انهي اكبر فيهم. لكن مثلا لو دول ارقام بالملايين، مثلا تلاقي رقم 2 مليون و300 الف و2 و2 مليون و300 الف و9، انت مش هتعرف تركز في كل دول. ده اولا. ثانيا، لو دول ممكن يبقوا variables، هو يقارن لك ما بينهم، انت ما تتعبش نفسك. تمام. انا هقول طبعا الحاجات اللي انت معظم الوقت هتحتاجها في الماس، لان في ناس كتير قوي اصلا ما بتشرحش الميثود بتاعت الماس. تمام. دلوقتي لو احنا عايزين الماكس دي نغيرها، نجيب اقل قيمة، عندك حاجة اسمها مينيمم اللي هي من، وبرضه هتروح دايس كنترول F5، قال لك ال 11، يعني قال ال 11. تمام. هناخد حاجة تانية هتفيدنا قدام برضه، اللي هي الابسوليوت. ايه الابسوليوت؟ ال APS. بتعمل ايه ال APS دي؟ دي دلوقتي نقول مثلا ان انت عندك الارقام دي بس بالسالب. بمعنى لو قلنا دلوقتي سالب 3300 مثلا، او 3330، ورحت دايس كنترول F5، جابها لك 3300. ده بيفيدك امتى؟ ده بيفيدك مثلا لما تكون بتعمل عمليات حسابية كتير وممكن تضرب منك موضوع السالب، فانت تبقى عارف ان هي سالب فتحط لها APS والدنيا تمام. ايه تاني هنحتاجه في الماس؟ هنحتاج حاجة اللي هي اسمها راوند. الراوند بتعمل ايه؟ دلوقتي لو قلنا مثلا ان دي مثلا 9.9، ورحت دايس كنترول F5، جابها لك 10. الراوند بتعمل ايه؟ أهي. الراوند بتقرب الرقم اللي انت اديتهوله لأقرب رقم صحيح. طبعا في حاجات كتير في الماس، لو جينا طبعا هنا ودوسنا دوت هنلاقيهم كلهم اهو. ممكن نجرب فيهم كتير يعني، بس انا ما اظنش ان انت هتحتاج اكتر من كده. ممكن هتحتاج سكويرت. تمام. لو قلنا دلوقتي مثلا دي 64، قلت له كنترول F5، قال لك ان هي 8، بيجيب لك الجذر بتاعها. بس كده، ده كل ان شاء الله اللي انت هتحتاجه في الماس. ممكن طبعا تجرب كل الحاجات دي. وبس كده، يا رب يكون الدرس مفيد وسهل وعجبكم. طبعا ما تنساناش من الاشتراك في القناة واللايك لو عجبك الفيديو وكملت لغاية الاخر. ما تنساش تكتب لنا كومنت، الكومنتات دي بتفرحني جدا. وطبعا حاول تبراكتس على قد ما تقدر. بس كده، مع السلامة.